في حالات بتيجي العياده بتقول ان هي حقنت كتير وركبتها ورمه ومرتشحه. فطبعا انا لازم افحص الركبه، انا مش باخد بكلام المريض بس. اولا لازم اساله انت حقنت ايه؟ فبنسبه كبيره جدا جدا بيكونوا حقن كورتيزون او حقن ماده جيلاتينيه من اللي كانت برضه بتقعد شهر او شهرين، والدكتور علشان يقدر يغطي احساس الالم عندها فبيضطر يحقن لها كل اسبوع مره كل اسبوع مره. دخلت الركبه بالابره 3 4 مرات في خلال اسبوع 10 ايام، ممكن يبدا يحصل نشاط في الركبه او يحصل ارتشاح، تلاقي الركبه شكلها بدات تورم، بدا شكلها بقى منتفخ شويه. والارتشاح انا ما بحبوش، لان الارتشاح معناه ان الركبه فيها باثولوجي او حاجه مرضيه، ميه كتير. حتى لو حقنت على الارتشاح ده غلط، ما بيجيبش نتيجه خالص. لازم نعالج الارتشاح الاول، ولازم نخلي الركبه ترجع لوضعها الطبيعي، ان ما فيهاش ارتشاح، ما فيش ميه جوه الركبه. الكلام ده بيحصل بالادويه. بعض الحالات يعني نادره جدا جدا ان ممكن نعمل سحب، ودي نادره قوي. لكن انا بتابع ارتشاح الركبه ازاي؟ بطلب من المريض CRP او معدل الالتهاب، الحمد لله ما بيبقاش عالي قوي، فبديله مضاد حيوي، بديله ضد الالتهابات، بديله ادويه تضيع الارتشاح من ركبته. في خلال اسبوع 10 ايام الارتشاح راح، اقدر احضره دلوقتي لاستخدام حقن البلازما والماده الجيلاتينيه بالطريقه العلميه اللي قلنا عليها، من 4 ل6 اسابيع، كل شهر بحقن مره مش كل اسبوع. كمان الارتشاح ساعات بعض المريض يقول لك انا ركبتي ورمه، لما افحصه ملهوش مرتشح، انما ممكن بعض السيدات يبقى فيه زياده دهون شويه حوالين الركبه، ده مش ارتشاح. عشان كده لما المريض يقول فيه ارتشاح لازم افحصه بنفسي واشوف الركبه سخنه ولا لا. لو الركبه سخنه ومش مرتشح برضه بقلق. لازم تبقى طبيعي ان الركبه بتتحرك، ما فيهاش سخونه، وفي نفس الوقت مش متورمه. ال3 حاجات دول لما يبقوا متوفرين في الركبه ببقى قلقان منها جدا، ولازم ناخد علاج، نضيع الارتشاح ونضيع احساس الوجع اللي جوه الركبه، ونبدا نبدا كورس البلازما معانا. عشان كده في بعض الحالات بتجيلي العياده بوقف الحقن خالص واقول لا، لازم نعالج الارتشاح الاول، حقن بره، حقن وقعت. بعض الحالات بيحصل ارتشاح من ان المريض وقع، ركبته اتلوت تحتها، سيده نازله على السلم وركبتها اتلوت تحتها، فحصل تمزق او جزع في الاربطه فيؤدي الارتشاح. لو جاي في الوضع ده بناخد العلاج ونضيع الارتشاح، مع ان احنا بنعمل كل مره معدل الالتهاب معانا علشان نبقى ضامنين ان مش هيحصل ارتشاح تاني. اول ما الارتشاح يخف والركبه الورم اللي فيها يروح، نبدا نحضره للحقن الحمد لله.